اهلا يا كريم، اتفضل اقعد يا حبيبي. مساء الخير يا طنط، معلش اتاخرت عليكم. انا بس قلت اروح 5 اغير هدومي واجيلكوا على طول. ولا يهمك يا حبيبي ولا اي تاخير، المهم الحمد لله ان انت جيت ونورتنا. انا برضو توقعت ان انت هتروح البيت الاول. ما قلتليش ايه رايك؟ ماما جابت لي دي حلوه. اه طبعا حلوه، تسلم ايدك يا طنط. انا بس اللي خلاني اروح اغير ان انا من الصبح بهدومي من الشغل، وبعدين الفطار عند ماما، وبعدين السحور هنا، فقلت اروح 5 على البيت واجي. مش عارفه اقول لك ايه يا كريم، تعبناك. وعلى فكره انا لو اعرف ان انتوا بتعملوا عزومتكم اول يوم عمري ما كنت هعزمكم النهارده. رمضان طويل يعني، ما حبكتش تبقي هنا وهناك. على فكره انا قلت لها خليكي عند اهل جوزك واقعدي لاخر اليوم يشبعوا منك ومن الزياره، وهي اللي قالت لي ان انتوا اتفقتوا على كده، نص اليوم هنا ونص اليوم هناك. بس بعد كده الحركه دي مش هتتكرر، احنا هنبقى عازمكم اي يوم تاني في رمضان. رمضان ما شاء الله 30 يوم. مش مشكله يا ماما، ان شاء الله اكيد هروح افطر معاهم كتير وهجيلكوا اكتر. الفكره بس ان ده اول رمضان ليا وانا عروسه بعيده عنكم،